بنخش في بيئة مختلفة تمامًا عن اللي إحنا اتربينا عليها. وانت في الكلية تبتدي تدرك ان في ناس مختلفة عنك. طب إيه الحدود اللي المفروض أحطها؟ من فضل اي واحد يسمعنا حط الحد اللي يديك الامان. من بودكاست ما وراء اكسودوس، ولسه مكملين معاكم في سلسلة سوق العمل. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ماذا بعد التخرج على طول. النهارده هنتكلم في حلقة جديدة، خبطة أول شغل بعد ما اتخرجنا خلاص. بس حابب ان انا ارحب بالدكتور بيتر نعيم، مدرس بقسم التخدير بكليه الطب جامعه عين شمس، والمدير الطبي لمستشفى فريد حبيب، وخادم اعداد خدام في كنيسه العذراء الزيتون. اهلا يا دكتور. ازيك يا مين؟ مبسوط جدا حضرتك معايا. انا ميرسي يا حبيبي، ايه اشكرك. الاخبار؟ الحمد لله. حابين نعرف من حضرتك، اول ما بنخلص الكليه ونبدا في موضوع الشغل ده، اول شغل لينا بيكون صعب. بنخش في بيئه مختلفه تماما عن اللي احنا اتربينا عليها او اللي احنا اتعودنا عليه. ازاي نتعامل مع الشخصيات المختلفه اللي بتكون في البيئه دي؟ بصراحة ده اهم سؤال اللي كلنا بنسأله في اول ما بننزل شغلنا. لان احنا طبيعة حياتنا شوية، احنا كلنا بنكون خارجين مثلا من مجتمع او بيت شوية ليه حدود، ده حقيقي. وبعد كده تتفتح تلاقي نفسك في وسط العالم الكبير جدا. بالظبط. فطبعا الواحد مع اول دخوله الشغل بيتخض. انا اللي انا متعود عليه واللي انا شايفه بتعامل فيه بسلاسة، بكتشف ان انا مش قادر اتعامل بنفس السلاسة في جو الشغل. ما اكدبش عليك، هو اي واحد في الشغل بيبقى محتاج 4 حاجات. اول حاجة الاتيتيود والابيرنس، او يعني المظهر وطريقة التعامل، اللي هو من اول صباح الخير صباح النور، طريقة اللبس، طريقة الكلام، الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي. دي حاجة اوريدي الانسان بيكون عنده ولو جزء منها بيتربع عبر حياته يعني. تاني حاجة هو بيكون عنده knowledge، عنده معرفة من دراسته في الكلية. أكيد. الحاجة التالتة بيبقى عنده حاجة اسمها skills، مهارات. سواء المهارات دي مرتبطة بالشغل أو مهارات اجتماعية. وبعد كده رابع حاجة الاكسبيرينس أو الخبرة. طبعا احنا لو حبينا ندي درجات هندي الاكسبيرينس في أول شغلانة قرب 0%. أكيد كلنا. فده ما يزعلنيش. تمام. ما يزعلناش بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت في أول فترة طبيعي إن أنت لما تنزل أول شغل أنت لسه ما كونتش خبرة حياتية بدرجة كبيرة. فأنت برضو محتاج إن أنت تتعامل مع الموضوع بهدوء، حتى لو حصل بعض الأخطاء ما تتضايقش. وارد جدا إن احنا بنتعامل مع مجتمع جديد نمر بمجموعة من الأخطاء، نتعلم خبرة أحيانا بيسموها الخبرة المؤلمة painful experience. يعني أنا مريت بموقف اتعلمت منه درس إن أنا المرة الجاية خلي بالي. تمام. فما حدش ينزعج من القصة دي في الأول. وعايز أطمن يعني اللي بيسمعونا، جو الكلية بيساعدك بنسبة إن أنت لما تنزل الشغل، يعني زي بالظبط كده إيه اللي بيتدرب في حمام سباحة قبل ما يخش الغريق. بالظبط. أنت في الكلية أنت بتتعامل برضو مع مجتمع مختلف. طبعا أنت ممكن مثلا تبقى مستريح لفلان تقعد تبقى صاحبك، فلان ده تتفاداه شوية لأن طريقته أو تربيته أو سلوكه مش متوافق معايا. لكن أنت برضو مدرك وأنت في الكلية تبتدي تدرك إن في ناس مختلفة عنك، ليهم طباع، ليهم سلوكيات مختلفة عنك. ده حقيقي. واللي هو كمان مش شرط إن أنا أتعامل معاهم، يعني أنا مش مجبر إن أنا أتعامل مع ده في الكلية. بالظبط. يمكن في الشغل الفكرة إن أنت قاعد في جو مقفول شوية بيخليك تضطر تتعامل مع الناس. ده حقيقي، خصوصا لو وسط تيم مع بعض. بالظبط. أنا يعني نصيحتي العامة، تمام، خليك في الأول استكشف أنت الناس أخبارها إيه. يعني ما تبقاش مندفع في علاقاتك مع الناس. استكشف. أنت هتاخد أول فترة تتعرف على الناس، تشوف سلوكياتهم، تشوف طريقة تعاملهم، وفي نفس الوقت خليك مركز في شغلك. تمام. يعني أغلب الأخطاء اللي بتقابلنا في أول شغل هو اللي هو خارج حدود الشغل. ليه؟ العلاقات الاجتماعية، بنتكلم في موضوع بره الشغل، احنا في البريك فبنحكي، أو أحيانا بيحصل جس نبض، خصوصا يعني لو في بنت ممكن في ولاد يجسوا نبضها بشكل معين، أو العكس. تمام. في بنات بيجسوا نبض الولد.
طبعا يعني ربنا يحوش عننا اي حاجه وحشه. يا رب. فانا دايما في اول فتره ان انا اكون حريص استكشف الناس اللي حواليا، وفي نفس الوقت اتفادى اي حاجه بره الشغل. وده برضو بيدخلنا في حته ان انا لو هبتدي ان انا اعمل صداقات في الشغل او ان انا اعمل صحاب في الشغل، طب ايه الحدود اللي المفروض احطها؟ اوكي. او اللي هو مثلا صحاب او اصدقاء بمعامله او معاملتهم غير شبه المعامله بتاعتي او الحاجات اللي انا اتربيت عليها بالظبط. او المبادئ اللي انا الاساسيه اللي عندي اللي طلعت منها. طيب بص، الحدود هي يعني ممكن لو احنا كنا عاملين البودكاست ده سنه مثلا 1990 تبقى الحدود سهله في الضبط يعني. ده حقيقي. لكن احنا دلوقتي في عصر اوريدي الحدود مخترقه، يعني كلنا عندنا اكاونتس على السوشيال ميديا بانواعها، اكيد ففي جزء من حياتنا الخاصه مكشوف على احكي لك مره موقف صغير كده. يا ريت. مره واحد صاحبي كنا احنا بنشتغل يعني في مكان، فهو كان لسه عريس جديد، فحط جزء من صوره الشخصيه في مش عارف شهر العسل او في الفرح. ففي اول يوم شغل نزل فيه، ففي واحد من اللي بيشتغلوا في المكان هو مش صاحبه بس يعني عنده فريند على الفيسبوك، فيعني قال له يا صور الفرح جميله جدا وبتاع، فهو اتضايق يعني يحكي لي بيقول لي حصل كذا كذا، ايه رايك؟ قلت له طب وانت ايه اللي خلى فلان ده يبقى فريند عندك على الفيسبوك؟ لا هو ثقافتك ولا هو تفكيرك ولا هو من نفس الكوميونتي بتاعك، مش مجرد ان هو معايا في الشغل هفتح له الباب انه يخش عندي على السوشيال ميديا بتاعتي مثلا. ده حقيقي، لازم احط حدود. بالظبط. وفي نفس الوقت خلينا نرجع يعني نفس الإجابة، من فضل أي واحد يسمعنا حط الحد اللي يديك الأمان، حط كده باوندري، حط حد تقول أنا ورا الحد ده هعرف أتعامل مع الناس، وخصوصا لو في اختلاف ما بين الجنسين، ولد مع بنت أو بنت مع ولد. ده حقيقي. وهي كمان الحدود مش بتمنع التعامل، بالعكس هي بتحسن التعامل، لأن كل واحد يبقى عارف حدوده كويس عشان ما يتخطوش التاني، عشان ما يأذيش التاني. بالظبط. وخصوصا إن أحيانا أنا لما بكون سايب الحدود دي مفتوحة حتى لو في حد يعني تصرفاته معقولة ألاقيه اكمن أنا ما لقاش عندي حدود، فالدنيا فيخترق الحدود دي. تلاقي الدنيا تسايبه فيها. بالظبط. حتى لو أنا مش كنتش متوقع أقول معقولة فلان ممكن فلان يعمل معاك كده أو فلان يعمل معاكي كده، لمجرد إن أنا سنة سيمي أوبن. ده حقيقي. صداقات في الشغل ما اكدبش عليك يعني محتاجة ميزان من ذهب، لأن الشغل مجال للتنافس، وفي نفس الوقت الشغل ممكن تظهر فيه مشاكل كتيرة، فمحتاج ان احنا نكون متوازنين. وكمان في ناس ممكن تستخدم الصداقات دي لحاجة تانية للأسف. أنا نصيحتي يعني خلينا صداقاتنا في الشغل تكون في الحدود الغير مؤذية. يعني أنا مش مقتنع بصراحة إن واحد يكشف أسراره لواحد معاه في الشغل مثلا لمجرد إن احنا أصحاب، أسرار شخصية مثلا. ده حقيقي. أنا مش مقتنع بكده أوي. ده حقيقي، وخصوصا لما يعني إن أنا ممكن العشم الزيادة بيخليه ياخده في حتة تانية، إن هو يبتدي بقى يتدخل في حاجات شخصية وأسرار بيوت. بالظبط. خطر. هي محتاجة ميزان من ذهب بصراحة. بالنسبة يا دكتور لو في شخصية صعبة، يعني بمعنى اللي هو شخص عدواني أو عنصري، أو بمعنى صح زي ما بنقول عصفورة في الشغل، فنتعامل مع الشخصية الصعبة ده إزاي؟ أوكي، أولا مفيش شغل من غير الشخصيات دي، موجود في كل شغل. طبعا يعني لازم نتفق على كده، ده جزء من طبيعة المجتمع اللي احنا بنعيش فيه على مستوى العالم. يعني مش معنى انت لو جالك فرصة هجرة هتروح في اي حتة هتلاقي الدنيا مش هتلاقي الشخصيات الموجودة دي واردة خالص يعني. بالعكس، احنا الشخصيات دي موجودة في كل الكوميونتي. اول حاجة استحمل اللي هيحصل فيك، ما بهرجش، يعني وارد ان تحصل مضايقات وبعض الأذية من الشخصيات اللي زي دي، مش لان انت ضعيف او انت وحش او انت مثلا على نياتك، لا، لان دي طبيعة الشخصيات دي. يعني المشكلة ان الشخصيات دي ممكن تستخدم حاجة زي ما حضرتك بتقول كده، ان هي طيبتي او ان انا طبيعي اكتر، يستخدمها لحاجة تانية، يستغلوا الموضوع. عشان كده بنقول في إجابة السؤال الاولاني احيانا بيحصل حاجة اسمها painful experience، الخبرة المؤلمة، ان انا اتعلم من حاجة مريت بيها
ان انا تاني مره اخلي بالي، احط عيني في وسط راسي، ان ده ما يحصلش ان انا ابقى واخد بالي وانا في الشغل. لسه في الشرب وينفخ في الزبائن. بالظبط. يعني بغض النظر عن التشبيه دي، بس هي نفس الفكره. احنا لازم نخلي بالنا ان انا بتعامل مع كل الشخصيات في المجتمع، حتى لو تعرضت لبعض الايذاء، وده هيحصل في الشغل، لازم. هو وارد طبيعي. طالما انا في مجتمع فيه شغل، وارد ان هيحصل معايا اي مضايقات. ده حقيقي. لكن عايز اطمن الناس، انت بعد فتره بيتكون عنك انطباع. يعني ايه يتكون عنك انطباع؟ يعني مثلا يتقال ان مينا معروف عنه ان هو مجتهد، ان هو امين، ان هو شاطر، ان هو دغري. حلو. واخد بالك؟ بياخدوا الصورة. الانطباع ده ممكن ناس تستغله سلبي او ايجابي، دي قصة تانية. لكن انت كونت شخصيتك جوه الشغل. واخد بالك؟ شطارتك او شطارتي ان انا اشوف مع الاكسبيرينس بقى، اللي هي الخبرة المتراكمة، انا نقطة ضعف فين، وانا وشطارتي بقى، سواء من خلال حاجة ارفع من مستوى السكيلز بتاعتي او مستوى النوليدج بتاعتي، او حتى ان انا اتفادى الاخطاء اللي انا بقع فيها. دي بقى هتتكون مع تراكم الخبرات جوه الشغل. وما بتيجي مع التخبطات الكتير بقى والتعامل في الشغل كتير. وانت مع مرور الوقت هتعرف تتفادى الشخصيات المؤذية جوه الشغل. هيكون عندك خبرة في بالظبط. احنا دايما بنقول خبطة اول شغل، ده حقيقي. في الاربعة اللي احنا قلناهم، ان الاكسبيرينس قليلة، خبرة قليلة، ده طبيعي. حقيقي. مفيش حتى في الدنيا بتعلم ازاي تشتغل، لكن بتديك نوليدج، ممكن تديك شوية سكيلز، ممكن تساعدك تكون الاتيتيود الابيرنس بتاعك. لكن الاكسبيرينس هي بيسموها painful experience. حلو، جميل قوي. طب ما يا دكتور، انا كخادم او كشماس طالع بمبادئ او اساسيات في الكنيسه او تعليم كنسي، ازاي ان انا اتعامل مع البيئه بتاع الشغل اللي احنا اتكلمنا فيه كل ده، مع الحاجات اللي انا واخدها او المبادئ اللي انا طالع بيها، بحيث ان الشغل عاوزني مثلا لو شغال في شغل مثلا في مبيعات سيلز او تسويق، طبعا محتاج ان انا ابيع كلام، ان انا اتكلم كتير عن المنتج عشان اسوقه او عشان ابيعه عشان اخلي اللي قدامي يشتريه. ومش شرط يكون كل الكلام صحيح اكيد. وبجانب تاني ممكن اتنازل لو بطبيعه الشغل في حاجات ممكن اتنازل عن مبادئ فيها، ابقى ادور مثلا على موضوع الترقيه، الطريقه ان انا ازاي ادخل بيها فلوس. فكل ده ازاي ان انا يعني ازاي ان انا اتعامل معاه، وازاي ان انا اتعامل بالشخصيه الكنسيه او الشخص المسيحي اللي انا طالع منه بالسوق العمل اللي انا شايفه، وخصوصا شايف كل حاجه مختلفه تماما عن اللي انا اتعلمته. وسؤال صعب، مش صعب في الإجابة، لكن هو صعب في التنفيذ. ده حقيقي. نتكلم بصراحة. أول حاجة، السيد المسيح له كل المجد قال كده، قال: من يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام ملائكة أبي الذي في السماوات، من ينكرني قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبي الذي في السماوات. فإحنا كمسيحيين لازم نحط الأيدي قصاد عينينا. إحنا لازم نشهد لاسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لغاية آخر يوم في عمرنا. حلو. لأن إحنا ده يعني هو مخلصنا وفدينا، وفي نفس الوقت هو قال كده، قال اللي هينكرني هنكره. فبالتالي ما ينفعش ننكره. وأنا عايز أطمنك لحاجة، التاريخ بيقول إن المسيحيين معروفين بالأمانة، حتى لو تعرضوا لبعض الإيذاء. يعني في قصة مشهورة في بناء جامع أحمد بن طولون، اللي هو المهندس اللي اسمه أظن آخره الفرغاني. المهندس ده مهندس قبطي. تمام. أحمد بن طولون يعني لسبب يعني اختلفت الآراء عليه، بس هو اتحط في السجن، مع إن هو كان المهندس اللي بنى له حاجات كتيرة جدا. ولما أحمد بن طولون أراد إنه يبني جامع يحميه من الفيضان ويحميه من الحريق ويحميه من الهدم، دور، فجه المهندس اللي هو الفرغاني، وهو كان مهندس قبطي، هو اللي صمم الجامع. فبالرغم ان هو تعرض للإيذاء واتحط في السجن، لكن هو اثبت مهارته وامانته، كان عنده امانه بالظبط. واحمد بن طولون كافئه في الاخر على كل العمل. بيذكر التاريخ في حاجات كتيره جدا، زي المعلم ابراهيم الجوهري والمعلم جرجس الجوهري. مظبوط. ويشتهر عن كل المسيحيين الامانه. فدي ميزه في صفنا، ميزه في صفنا. تمام. الفكره بقى نتكلم فيها بصراحه،
انا اعمل ايه لو انا المجتمع اللي انا بعيش فيه او طبيعه الشغل اللي انا بعيش فيها ماشيه عكس اتجاهي كانسان مسيحي. بالظبط. لازم اسال نفسي سؤال: هل كل الكوميونتي اللي انا بعيش فيه كده، ولا فيه وفيه؟ انا احكي لك موقف. ماشي اتفضل. الكلام ده عدى عليه مثلا بتاع 10 سنين، وانا هتكلم بصراحه يعني. مره كان في حد دكتور صيدلي جاي بيعرض عليا، كان حاجه زي دواء يعني. اوكي. فبيقول لي احنا عايزين ندخل الدواء ده في المستشفى وقول لنا ايه الاخبار وبتاع. قلت له اوكي، يعني احنا هنجربه، هنقول لك الفيدباك بتاعنا. قال لي بس خلي بالك يا دكتور، احنا الشركه بتاعتنا ملهاش في السمسره. قلت له وانا مالياش في السمسره. بالظبط. انا ليا دعوه، انت هتقدم حاجه العيان هيستفاد منها، انا هعملها. فهو اداني انطباع، برغم ان انا كنت مكون فكره عكس كده، ان في كوميونيتيز كتيره في الموضوع ده بيبقى كله فيها كوميشنز. هو اداني انطباع، قال لي احنا الشركه بتاعتنا شركه ما فيهاش كوميشن. اللي هو فيه وفيه بالظبط، مش كل الناس. فاذا انا لو عندي فرصه ان الكوميونتي اللي ما فيهوش سلبيات ابعد عنه، يا ريت. تمام. وما اخسرش حاجات كتير. اقول لك ليه. اتفضل. لو انا خسرت امانتي اللي هي جزء اساسي من تفوقي او مهارتي، انا هخسر كل حاجه وراه. يعني لو انا اتعرف عن بيتر ان هو مثلا دكتور مخادع، هو اصلا بيتر اللي مخليه ناس كتيره بتثق في رايه ان هو امين. لو انا خسرت الصفه دي، ما انا خلاص هخسر وراها حاجات كتيره، خلاص خسرت كل حاجه. فانا شايف ان الامانه بتاعتنا وان احنا نكون نشهد لاسم السيد المسيح دي ميزه في صفنا، مش حاجه ضدنا. حلو. بالعكس، ده ممكن نعتبره بروفيت، نعتبره ميزه في صفنا مش ضدنا. اوكي. حاجه الثالثه، ما اكدبش عليك، الاحيان ان الامانه بتخسر فلوس، دي حقيقه. يعني نعترف بكده، الامانه بتخسر فلوس، بس في الاول. وبتخسر ناس كمان، مش فلوس بس. مش مهم، انا الناس يعني احيان كتيره بتبقى الناس الوحشه هي اللي بتبعد، لكن انا قصدي ان الامانه احيانا بتخسر فلوس. طبعا مجرد ان انا اكون امين ده ممكن يخسرني بعض المكاسب الماديه في الاول. في ايه انا لما قريتها يعني فرقت معي، قالها معلمنا يعقوب في رسالته اصحاح 5 ايه 7 وايه 8. هقراها لك. اتفضل. بيقول ايه؟ تأنوا ايها الاخوه الى مجيء الرب. يعني طولوا بالكم. تمام. هوذا الفلاح ينتظر ثمر الارض الثمين متأنيا عليه. يعني الفلاح ينتظر، طبعه كده. مفيش فلاح بيبقى متسربع. ده حقيقي. انا شاب عايز فلوس، اوكي ده حقك، بس السربعه ممكن توقعنا في مشاكل. احيانا الحاجه، حتى انا كنت بدي الاكزامبل ده، بقول البرسيم بيتحش كل 3 أسابيع. اسف التشبيه بس ده التعبير يعني. لكن التفاح ممكن يقعد سنه وسنتين وثلاثه لغايه ما يجيب ثمر. مش كده بنقول؟ ده معناه اقول تأنوا ايها الاخوه، هوذا الفلاح ينتظر ثمر الارض الثمين. انت عايز تعمل حاجه حلوه لازم يكون عندك انتظار. ده حقيقي. متأنيا عليه حتى، بقى دي الايه اللي انا اول اللي بتاعي، حتى ينال المطر المبكر والمتاخر. تمام. المطر المبكر هو المطر المسؤول عن بدايه الزرع. انت لما بترمي بذره في الارض، اول شويه مطر بيخلوا الزرعه دي تغطس في الطينه، تبقى ليها اساس ويبقى ليها جذر. ليها اساس. والمتاخر، المتاخر ده اللي بيحافظ على الثمره اللي في الاخر من ان الحر يبوظها او يحرقها. ده حقيقي. فاحنا في شغلنا او في حياتنا محتاجين المطر المبكر والمطر المتاخر. المطر المبكر اللي هو تربيتنا المسيحيه، الاساس اللي هو يبني الجذر بتاعنا. المطر المتاخر هو طول الأناة بتاعتنا، الصبر اللي ان انت تصبر عشان تاخد الثمر الحلو بتاع تعبك وامانتك. يعني انا مش هحكي مواقف شخصيه، لكن دي حقيقه. في مراحل انت كل الناس بتهاجمك، تقول لك هو انت ازاي بتعمل كده، مش عارف ايه، وتلف الايام يقول لك يا فلان انا عايزك انت اللي تبقى موجود في الموضوع. طب اشمعنى؟
اصل انت الوحيد اللي انا واثق فيه. ده حقيقي. ماشي. فاذا الايه دي بتاعت يعقوب 5:7 و8 او ايه 5:7 انا شايف انها ايه حلوه قوي. تأنوا ايها الاخوه لمجيء الرب، هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الارض الثمين. شكرا جدا دكتور بيتر. سي خالص. اشكرك جدا على الحلقه الجميله دي، بجد استمتعت جدا بحضورك، وانتوا كمان اشكركم، ومستني كل تعليقاتكم. ولو في عندكم اي مواضيع، حاجات كتيره شغلاكم حابين نتكلم فيها، يا ريت تبعتوا لنا على الديمز. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب، تشتركوا في القناه. مينا كان معاكم النهارده، فمنتظركم في الحلقه الجايه. باي.